كيف توصف بداية هذا المشهد ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة؟ إنها جريمة ليست فقط تعبير جريمة حرب التي ربما طرحت في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية من كثيرين أكثر مما طرحت في الوطن العربي مع الأسف. إنها جريمة الحقيقة لا تمحى ولا يمكن أن تمحى من جبين التاريخ البشري، لأنه هذه العملية عملية إبادة من طرف واحد. والحقيقة يعني أنا أشبه هذه العملية بالعملية التي جرت بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية حينما قصفت الطائرات اليابانية جزيرة في بحر اليابان بالطائرات، وكان فيها قواعد أمريكية وأساطيل وأسراب من الطائرات. جاوبت الولايات المتحدة الأمريكية برمي قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي وقتلت آلاف البشر وشوهت الآخرين. إسرائيل تفعل نفس العملية ولكن بوتيرة ربما أبطأ ولكن أكثر إيلاما لشعب الحقيقة جله من النساء والأطفال والكهول، ودون تبعات سياسية لذلك، دون تبعات سياسية، دون ملاحقة قانونية، دون نقد إعلامي. يعني كل التركيز الحركة الصهيونية العالمية تركزت في هذه المرحلة وكأن إسرائيل قاب قوسين أو أدنى أن تزال من الخارطة. يعني الهيجان الرئاسي الأمريكي، الهيجان الألماني، يعني المستشار الألماني كان من أكثر الزعماء الغربيين هجوما على حماس وتنديلا بحماس ونصرة لإسرائيل وأمن إسرائيل. نحن أمام الحقيقة مشهد مخزي من الناحية العربية ومخزي من الناحية القانونية الدولية ومخزي من ناحية حقوق الإنسان التي يتبجح بها الغرب. لذلك أنا أتوقع أن الكثير من تداعيات هذه المرحلة ستنعكس على مستقبل الشرق الأوسط الذي لن يطول كثيرا متغيراته. نعم. ربما بعد توقف العدوان، توقف المعارك، توقف هدير الحرب، سنشهد تغييرا جذريا في طبيعة طيب. هذا الشرق الأوسط.